بيبدأ فيلمنا مع نورا وإليك، شابين في العشرينات من عمرهم، وبيكون نورا وإليك مرتبطين وعلى وشك الخطوبة. في يوم بيقرر الاثنين إنهم يقضوا أجازتهم في قرية في الريف بعيد عن دوشة المدينة اللي عايشين فيها، وأثناء ما كانوا في طريقهم للقرية بيضيع إليك الطريق وبيتوهوا، وبتطلب منه نورا إنه يقف عند أول استراحة هتقابلهم، وده لأنها محتاجة تدخل الحمام. لما بيقفوا عند الاستراحة بيلاقوها مقفولة، فبتروح نورا تبحث عن الحمام ورا الاستراحة، وبتشوف نورا خيمة فاضية في الساحة اللي ورا الاستراحة، ولكنها بتلاحظ ان موجود فيها متعلقات شخصية زي تليفون وهدوم صاحب الخيمة، لكنها مش بتشوف صاحب الخيمة نفسه. ومن بعيد بنشوف جمجمة بشرية واقعة بين الأعشاب، لكن ما بتشوفهاش نورا. ولما بترجع نورا بتحكي لإليك على اللي شافته، وبتكون مستغربة إن صاحب الخيمة ساب حاجته ومشي. فبيطمنها إليك وبيقول لها إنه ممكن يكون اضطر يمشي بسرعة ونسيهم أو هيرجع ياخدهم من تاني. وأثناء ما كانوا بيتكلموا بيكتشف إليك إن البنزين اللي في عربيتهم قرب يخلص، فبيتضايق إليك لأنه بيكون لسه ما قدرش يوصل للطريق الصحيح ولا يعرف مكان البنزين اللي على الطريق. وفجأة بيشوف إليك ست عجوزة عربيتها عطلانة على الطريق، وبرغم مشكلة إليك والبنزين اللي قرب يخلص منهم إلا إنه بيقرر يقف يساعد العجوز. وبتسأل العجوز نورا على خاتم جوازها من إليك، ولما بتعرف إن إليك ونورا مش متجوزين بتعامل نورا باستحقار، وبتقول لها إنها مجرد تسلية وما تقدرش تتحمل مسؤولية الجواز. بتكون نورا مصدومة من طريقة تحول العجوز وكلامها القاسي معاها. بيجي إليك اللي بيتأسف للعجوز إنه ما قدرش يوصل لمشكلة العربية وإنه ما عرفش يساعدها، فبتقول العجوز إنه فاشل وما يعرفش يعمل أي حاجة في حياته، ده غير إنها ما طلبتش منه المساعدة. فبتتعصب نورا وبتطلب من إليك إنهم يكملوا طريقهم. لما بيرجعوا للعربية بتلوم نورا على إليك لأنه وقف في شخص غريب على طريق مهجور، ولكن إليك بيبرر اللي عمله بإنه كان حابب يساعدها، خاصة إنها عجوز وسنها كبير. وأخيرا بيقدر إليك إنه يوصل البنزينة، وبرغم إنها قديمة إلا إنها بتكون مفتوحة وشغالة. بتدخل نورا تتكلم مع عامل البنزينة اللي بيبان إنه متوتر وحركاته غريبة. بيسألوا إليك على مكان يقدروا يباتوا فيه الليلة ويكملوا رحلتهم تاني يوم، فبيقول لهم عامل البنزينة على فندق خشبي بسيط جنب الطريق الرئيسي، وبيعرفهم إن صاحب الفندق بيأجر الأوض بسعر رخيص جدا. فبيشكروا إليك وبيخرجوا يكملوا طريقهم ناحية الفندق الخشبي. وبمجرد ما بيخرجوا من البنزينة بيقف العامل يراقبهم من الشباك. وفي العربية بتقول نورا لإليك إنها مش مرتاحة للمكان وعايزة ترجع للمدينة من تاني وبأسرع وقت، لكن إليك بيكون تعب من السواقة وبيقول لها إنه مش هيقدر يكمل سواقة لحد المدينة، وعشان كده بيقنعها إنهم يقضوا الليلة دي بس في الفندق علشان يرتاح ويقدر يكمل سواقة ويرجعوا للمدينة. وبتتفق مع نورا إنها لو حست بأي شيء مش طبيعي أو مش مريح هيتراجعوا عن فكرة الفندق ويكملوا سفرهم للمدينة. فبيوافق إليك وبيوصلوا للفندق، وبيشوف إليك عربيات كتير قدامه، وبيطمن نورا وبيقول لها إن في كتير غيرهم في الفندق وإنهم مش هيكونوا لوحدهم. لكن نورا بتكون ما زالت مش مطمنة وخايفة من المكان. ولما بيدخلوا للفندق بيلاقوا الدور الأول فاضي، فبتقترح نورا على إليك إنهم يمشوا، لكن إليك بيلاحظ أطباق وبواقي أكل حديث على السفرة وبيعرف إن في ناس في المكان، عشان كده بيقرر يطلع يدور على صاحب الفندق في الدور التاني. فبتطلع مع نورا وبيلاقوا واحد على أرضية أوضة من أوض الفندق، اللي أول ما بيشوفهم بيقف بسرعة وبيتوتر، وبيسألهم عن المدة اللي وقفوها هنا. فبيقولوا إليك إنهم لسه واصلين، وبيطلب منه إليك حجز أوضة فاضية لمدة يوم. وبتلاحظ نورا ملامح صاحب الفندق الغريبة والشبه مشوهة، وده بيخليها تخاف أكتر. وبيوصلهم صاحب الفندق لأوضتهم وبيقف يتكلم معاهم وعن أول مرة شاف فيها الفندق، ومن بعدها قرر يشتغل فيه لحد ما توفت صاحبة الفندق وهو ورثه من بعدها. لكن نورا بتقطع كلامه بطريقة جافة وبتقول له إنهم محتاجين يرتاحوا عشان يكملوا سفرهم. فبيعتذر صاحب الفندق وبيخرج، وبيلومها إليك على طريقتها المحرجة اللي اتعاملت بيها مع صاحب الفندق. لكن نورا بتقول له إنه شخص غريب وإنها خايفة منه ومن المكان كله. وبنشوف السرير العلوي اللي في أوضة نورا وإليك وهو مليان بالدم، لكنهم مش بيشوفوه. وبينام الاتنين عشان يرتاحوا من تعب السفر. وبمجرد ما بيناموا بيخرج شخص غريب كان مستخبي تحت سريرهم، وبيكون هيئته أقرب لمزارع، لكنه بيكون لابس قناع غريب ومخيف على وشه، وبيقرب من نورا وإليك وهم نايمين. وتاني يوم بتصحى نورا وبتتفاجئ لما بتلاقي نفسها بره الفندق ومحبوسة في قفص حيوانات. فبتترعب وبتصرخ وهي بتنادي على إليك عشان يساعدها، لكن بيظهر قدامها مزارع غريب وهو لابس نفس القناع المخيف، وبيخبط على القفص اللي محبوسة فيه نورا عشان تبطل تصرخ. وبتحاول نورا تلاقي أي طريقة تخرج بيها من القفص لحد ما بتلاقي صخرة بتحاول تكسر بيها القفل، وبيظهر المزارع من تاني ومعاه شخص بنفس
رأيته ونفس القناع، وبيرمي مادة غريبة على نورة بتخليها يغمى عليها. وبتفوق نورة مرة تانية بتلاقي نفسها في أوضة غريبة وهي متكتفة من إيديها ورجلها، وفجأة بيفتح الباب وبيدخل مزارع وبيحقن نورة بحقنة غريبة شبه حقن الحيوانات. وبرغم مقاومة نورة إلا إنه بيقدر يتغلب عليها لأنها متكتفة، فبتصرخ نورة وبتطلب المساعدة لكن بدون فايدة. وبعد دقايق بيدخل 2 بنفس الأقنعة المخيفة وبيسحبوا نورة للقفص من تاني وبيتحركوا بيها في المزرعة. وبتلاحظ نورة إن كل الموجودين في المزرعة لابسين نفس الأقنعة طول الوقت، وإنهم مش شايفين أي شيء غريب بيحصل، وكأنهم متعودين إنهم يشوفوا نفس مشهد نورة وهي مسحوبة في القفص كل يوم في مزرعتهم. وبتتصدم نورة لما بتلاقي جثة لشخص متعلقة في نص المزرعة، وواحد من المزارعين واقف بيقطع فيها كأنه حيوان. وبيوصل المزارعين بنورة لأوضة ضلمة وبيحطوها فيها. أما عند إليك فبيفوق يلاقي نفسه محبوس في قفص في حظيرة مواشي، وحواليه شباب كتير من سنه محبوسين بنفس الشكل. وبيحاول إليك إنه يصرخ ويطلب المساعدة، وبيدخل المزرعة مزارع بقناع خنزير ومعاه 2 تانيين من المزارعين، وبيبدأوا ينقوا من الشباب المحبوسة في الحظيرة، واللي بيختاروه بيسحبوه من رقبته بشبكة وبيضربوه ضربة قوية على دماغه فبيغمى عليه. وبيشوف إليك اللي بيحصل للشباب، وده بيخليه يترعب أكتر ويحاول بأي طريقة إنه يخرج من القفص، ولكن بسبب حركته المفرطة وشغبه بيلفت نظر المزارع ليه، فبيختاره وبيسحبه بالشبكة وبيضربه قوة على دماغه فبيغمى عليه. وبينقل المزارعين الشباب اللي تم اختيارها على عربية متحركة لمحل الجزارة، وبيروح المزارع صاحب قناع الخنزير لمحل الجزارة وبيسلم على الجزارين الموجودين فيها وبياخد منها مخلفات المحل، واللي بتكون عبارة عن أيادي بشرية. وأثناء ما كان المزارع في طريقه عشان يرمي المخلفات بيشوف مزارع تاني واقف جنب عربيته، فبيروح يساعده وينقل معاه الضحية الجديدة اللي وصلت للمزرعة وبيحطها في الحظيرة. وبعدها بيروح المزارع اللي بقناع الخنزير يقابل صاحب الفندق الموجود في القرية، وبيسأله صاحب الفندق عن أخبار المزرعة واللي بيحصل فيها، وبيقولوا إنهم محتاجين يزودوا وجبات الأكل لأن في ضيوف هتزوروا النهاردة. ولكن ما بيردش المزارع على أسئلة وكلام صاحب الفندق. وبيروح صاحب الفندق لمطبخ المزرعة وبيقول للعاملين هناك على التعليمات والوجبات الزيادة اللي محتاجها، وبيطلب منهم إنهم يطبخوا بدقة وبدون أي خطأ. وبيجي لصاحب الفندق تليفون وبيكون من شخص مهم بيبلغه إنه هيزوروا النهاردة، فعشان كده بيقرر صاحب الفندق إنه لازم يستقبله بشكل وطريقة مميزة عن الكل. وبيروح المزارع اللي بيقنع خنزير مع صاحب الفندق للحظيرة المحبوس فيها النبات، وبتكون النبات محبوسة في أقفاص ومتوصلة بالأجهزة اللي بيستخدموها لسحب اللبن من الأبقار، وده لأنهم بيحقنوا البنات بمواد كيميائية وهرمونات بتزود من نسبة اللبن في أجسامهم، وبعدها بيستغلوهم وياخدوا الألبان منهم. وأثناء ما كان صاحب الفندق بيشرف على كمية وإنتاج اللبن في المزرعة، بيلاحظ المزارع اللي معاه إن واحدة من الستات المقصورين خلفت طفل صغير، فبيفتح القفص وبياخد منها ابنها واللي كانت بتتوسل له الأم إن يسيب ابنها، فبيحط المزارع على الميزان وبعدها بياخده وبيقتله قدام عينيها وبيكسر جمجمته وهو بيرميه في الأرض بقوة وسط صرخات الأم المقهورة على ابنها الرضيع اللي مات قدام عينها وما قدرتش تحميه. وبعد ما بيخرجوا من حظيرة الألبان بيدخل عامل البنزينة واللي بنعرف إنه مختل عقليا، وبيشوف الأم اللي بتصرخ على ابنها فبيضحك وبيتعامل معاها على إنها حيوان أليف، وده اللي بيخلي الأم تصرخ في وشه وتشتمه وبتقوله إنه مريض ومجنون. وفي الوقت ده بيجي اتصال لصاحب الفندق من زبون بيشتكي انه لقى سن في اللحمه اللي اخدها منهم، لكن صاحب الفندق بيقدر انه يمتص غضب الزبون ويحل المشكله. في نفس الوقت اللي بيدخل فيه واحد من المزارعين يشرف على انتاج اللبن في حظيره الالبان، واول ما بيدخل بيتفاجئ باللي شافه وبيجري على المزارع بقناع الخنزير يقول له على اللي شافه، فبيجري صاحب الفندق وباقي المزارعين على حظيره الالبان، وهناك بيشوفوا الام اللي اتقتل ابنها من دقايق وهي مقتوله هي كمان. وبيعرف صاحب الفندق ان عامل البنزينة هو اللي قتلها لانها بتكون مطعونة بالرمح الخاص بيه، فبيأمر باقي المزارعين انهم يبحثوا عنه ويجيبوه فورا، وبيلاقوه في مكان مهجور وهو بيلعب براس جثتين وكأنها حيوانات وبياكلها، فبياخدوه لصاحب الفندق اللي اول ما بيشوفه بيتعصب عليه بسبب اللي عمله وانه خسروا كميه كبيره من انتاج اللبن، وبيعاقبه بانه يشتغل لوقت اضافي في المزرعه، وبيعين واحد من المزارعين معاه عشان يمنعه من اي هروب يفكر فيه. وبيبدا عامل البنزينه شغل وبيروح مع المزارع للحظيره وبيحط للمأسورين الاكل بره القفص وبيعملهم زي المواشي والابقار، لكنه فجاه بيسيب صندوق الاكل وبيهرب من المزارع وبيروح لمشتري الازهار وبياخد نبات معين وبيروح لصاحب الفندق اللي لما بيشوف في ايده النبات بيسامحه على اللي عمله وبيقرر انه يتخلى عن عقابه. في الوقت ده بتسمع نورة صوت حد بيتألم من ورا السور، ولما بتقف عشان تشوف مين بيتألم بتلاقي بنت متوصلة بأجهزة حلب الأبقار وبيكون شكلها مرهق جدا، فبتسألها نورة عن سبب وجودها هنا واللي بيحصل فيها، فبتقول لها البنت انه من الافضل انها ما تعرفش الحقيقة،
ولكن مع إصرار نورا بتضطر البنت إنها تقول لها الحقيقة، وإنهم محبوسين في مزرعة غريبة وهيفضلوا محبوسين للأبد مهما حاولت الورود، وإن أصحاب المزرعة بيستخدموا الأسرى الستات اللي بيخطفوهم كاستخدام أبقار الألبان، بيحلبوهم، وده بعد ما بيحقنوهم بهرمونات تزود اللبن في جسمهم زي ما بيحقنوهم بمواد بتخليهم ما يخلفوش نهائي. وبتقول لها البنت إنها بقالها سنتين مخطوفة ومحبوسة في المزرعة، لكن أيامها بقت محدودة، وده لأن إنتاجية لبنها قلت، وعشان كده هيتخلص منها المزارعين ويقتلوها ويستفادوا بلحمها. وبتسمع نورا صوت بنت بتصرخ من الناحية التانية للسور، وبتعرف ان ورا السور بنت اسمها أشلي خطفوها من اسبوعين. فبتطمنها نورا وبتقول لها انهم هيخرجوا من هنا قريب، لكن أشلي بتقول لها انها حاولت كتير تهرب من المزرعة لكن كل مرة بتفشل. وفجأة بيتفتح الباب وبيدخل 2 من المزارعين وبيربطوا البنت اللي اعترفت لنورا بالحقيقة وبيقتلوها وبيطلعوا كل الأحشاء اللي في جسمها وبياخدوها وبيمشوا. بتكون نورا بتتابع اللي بيحصل وهي مصدومة مرعوبة، سبتوها على الأرض بانهيار. وفجأة بتحس نورا بالباب بيتفتح من تاني فبتتخض لأنها بتحس إن الدور بقى عليها، لكنها بتتفاجئ بيلك قدامها واللي بيكون متصاب إصابات قوية بسبب محاولته للهروب. فبتفرح نورا لما بتشوفه وبتحس بالأمل إنهم يخرجوا من هنا، وبيخرجوا بسرعة من الحظيرة وبيحاولوا يلاقوا مخرج يقدروا يهربوا منه من المزرعة كلها. وبتشوف نورا جرار وبتقرر تستخدمه عشان يهربوا بيه، لكنها ما بتعرفش تشغله. وبتلاحظ واحد من المزارعين قريب منها فبتنزل بسرعة من الجرار وبتساعد إليك اللي بيتحرك بصعوبة بسبب إصاباته. وبتشوف كنيسة قريبة منهم فبتجري تستخبى فيها هي وإليك، ولما بتدخل الكنيسة بتحس بغرابتها وإنها مختلفة عن أي كنيسة تانية، وده لأن حتى الصور الدينية الموجودة في الكنيسة كلها بأقنعة حيوانات زي اللي بيلبسها أهل المزرعة. وقبل ما تلاقي نورا أي مخرج بتحس بحد بيقرب من الكنيسة، فبتستخبى بسرعة ورا الباب هي وإليك. وبيدخل واحد من المزارعين في المزرعة وبيقعد يصلي في الكنيسة، فبتستغل نورا انشغال المزارع في الصلاة وبتتسحب هي وإليك عشان يهربوا بره الكنيسة. لكن المزارع بيحس بحركة غريبة، ولما بيبص وراه بيشوفهم وهم بيهربوا، فبيجري المزارع وبيرن جرس الكنيسة عشان ينبه باقي المزارعين اللي في المزرعة بهروب نورا وإليك. وبتجري نورا وهي بتساعد إليك وبتسنده، ولكن فجأة بتتحلق رجل إليك في مصيدة حديدية، وبتحاول نورا بكل قوتها إنها تساعده وتفك رجله من المصيدة لكنها بتفشل. وبتلاقي 2 من المزارعين بيقربوا منهم فبتتأسف لإليك وبتضطر إنها تسيبه وتهرب، وإلا هي كمان هتموت معاه. وبيوصل المزارعين لإليك وبيقتلوه بصخرة كبيرة عن طريق إنهم يكسروا بيها راسه. وبتدخل نورا تستخبى في المزرعة من تاني، وبتشوف قدامها شاب محبوس في القفص، وبيفتش المزارعين المكان وما بيشوفوش نورا. وبعد ما بيمشوا من المكان بتجري نورا وبتطلب من الشاب وبتترجاه إنه يساعدها ويقول لها إزاي تقدر تهرب من المزرعة. وبسبب إلحاح نورا بيقول لها إنهم بيستخدموا الأتوبيس الكبير في نقل البضايع، وإنها هتلاقي المفتاح على الترابيزة في البيت الرئيسي. فبتذكر نورا وبتهرب وبتجري لموقف العربيات، وبتشوف عربية مفتوحة وقدامها واحد من المزارعين فبتاخد شاكوش وبتجري عليه وبتضربه بالشاكوش فبيقع ميت فورا. وبتفكر نورا إنها تشيل قناع وشه وتشوف حياته، لكنها مش بتلحق لأنها بتلاقي باقي المزارعين وراها، فبتركب العربية وبتهرب بسرعة من المزرعة. وبتحس نورا بانتصار إنها أخيرا قدرت تهرب من المزرعة، لكن فرحتها بتختفي بسرعة لأنها بتلاقي البنزين اللي في العربية خلص والعربية بتقف منها في نص الطريق. فبتخرج نورا من العربية وبتجري بسرعة ناحية المزرعة من تاني، وبتدخل نورا المطعم المزرعة وبتهرب منه القبو المطعم، وبتحاول انها تهرب من شباك القبو لكن بيوصل لها المزارعين وبيمسكوها من شعرها، فبتقدر انها تتخلص منهم وبتوصل للشباك. وبرغم انهم بيسحبوها من رجليها لكنها بتستخدم كل قوتها عشان تهرب منهم. وبتفتكر نورا أشلي اللي كانت معاها في المزرعة، فبتجري على الحظيرة وبتنقذ أشلي وبتاخدها معاها. وبتشوف نورا الأتوبيس اللي قال لها عليه الشاب فبتجري ناحيته، لكنها بتفتكر المفاتيح فبترجع تاني للبيت عشان تاخد المفاتيح، وفعلا بتلاقيها. وبترجع مع أشلي تاني للأتوبيس وبتسيب أشلي تقعد ورا، وبتقعد نورا على كرسي السواق وبتشغل الأتوبيس وبتحس بانتصار. وبتبص لأشلي عشان تفرحها انهم نجحوا وهيهربوا من المزرعة المخيفة دي، لكنها بتلاقي أشلي واقفة مصدومة. والصدمة بتوصل لنورا لما بتلاقي أهل المزرعة كلهم قاعدين في الأتوبيس مستنيينهم. وبعد فترة بنشوف أشلي ونورا وهم مشويين زي الخرفان ومتقدمين لضيف صاحب الفندق المهم، واللي بيكون قاعد في نصهم ولابس قناع زي باقي أقنعة باقي المزارعين في المزرعة. وبينتهي الفيلم على كده.